اليوم استيقظنا على خبر إعفاء السيد بن كيران بتشكيل حكومة جديدة. الحكومة اللي انتظرناها بزاف، الحكومة اللي دخلت في التأخير نتاعها إلى كتاب جينيس الأرقام القياسية. لماذا أعفي بن كيران؟ من أعفى بن كيران؟ الذين ساهموا وتسببوا في إعفاء بن كيران لن يربحوا الانتخابات. اليوم نقول عذرا لكل من سلطنا عليهم ألسنتنا واتهمناهم بالخيانة وعدم الرغبة في ركوب قطار التنمية في المغرب حين دعوا إلى مقاطعة الانتخابات. اليوم نقول لهم عذرا ونرفع لهم قبعة الاعتذار عاليا لأن حسابتنا نحن من كانت في غير محلها. اليوم تعفي أقلية إرادة الشعب المغربي، تعفي اختياراته، تحرمه من اختياراته، من رغبته في اختيار من يقوده. اليوم الذين ساهموا وتسببوا ووضعوا كل العراقيل والحواجز المشروعة والغير المشروعة أمام تشكيل حكومة جديدة ليسوا منا، لا يسكنون بلادنا، أولادهم لا يدرسون في مدارسنا، إذا مرضوا لا يعالجون في مستشفياتنا، إذا أرادوا أن يستجموا صيفهم هناك في الغرب. لا يخدمون مصالح هذه البلاد، يخدمون مصالح الغرب. جزء من الصحفيين الذين رافقوا بن كيران طوال 4 سنوات بعين لا تنام، بعين تترصد كل خطأ كان صغيرا يصيرونه أكبر مما هو عليه. جزء من هؤلاء الصحافة اليوم في إسرائيل يريدون أن يقوموا بإعداد برنامج على الهولوكوست بعيدا عن وساطة الإعلام العربي. برنامج ليس على مجزرة قناة، ليس على صبرا وشتيلا، ولكن على الهولوكوست، ليس على الأوضاع في سوريا. شجاعتهم جعلتهم يقتحمون كل شيء إلى إسرائيل. هؤلاء الناس الذين حرمونا من إرادتنا ومن حقنا في أن نختار من نريد أن يحكمنا، جزء من الذين انتخبوا وصوتوا للعدالة والتنمية اختاروا بن كيران، هذا الرجل الذي كان فارسا في الحكومة وسيظل فارسا خارج الحكومة، هذا الرجل الذي سيسجل له التاريخ أنه أول رئيس حكومة ينتخب لولايتين متتابعتين، ينتخب لولايتين متتابعتين. هؤلاء الناس يجب أن يعاقبوا، يجب أن نبدأ عهدا جديدا، عهدا شعاره المقاطعة. هؤلاء الناس يغتالون هنا في المغرب، كروشهم تكبر يوما بعد يوم هنا من المغرب، من خيرات هذه البلاد اللي يصرفوها هناك، يقتنون هناك المنازل والمدارس ويقتنون كل شيء ويستثمرون هناك. اليوم يجب أن نبدأ عهدا جديدا من المقاطعة، لا للمظاهرات. بحت أصواتنا وأصوات كل من تظاهروا، لم يكن في انتظارهم غير الزروات. اليوم نستطيع أن نؤدبهم ونحن في منازلنا، نستطيع أن نعاقبهم ونحن في منازلنا دون أن نبرحها. اليوم يجب أن نقاطع كل منتجاتهم يجب أن تقاطع لكي لا يغتنوا، لكي لا يزدادوا تكبرا وتجبرا وتسلطا. نحن من يفرز هذا التسلط، نحن أعطيناهم هذا التسلط، لا يستطيعون، هم قلة، لا يستطيعون أن يفعلوا أي شيء بدوننا، لا يستطيعون، كونوا متأكدين أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا أي شيء بدوننا. فلنبدأ عهدا جديدا، عهدا شعاره المقاطعة في كل شيء، في أبسط الأشياء. نسلط عقابنا على أي شركة، على أي إمبراطور من أباطرة الفساد كل شهر، كل شهرين.